عوامل نجاح الحقن المجهري. كلنا قبل ما ندخل دورة علاج الحقن المجهري بنبقى عايزين نعرف بالظبط ايه الحاجات اللي علينا عشان نعملها، عشان ما نبقاش قصرنا ويبقى ربنا ان شاء الله معانا في ان احنا نسب نجاحنا تكون اعلى نسب باذن الله. من اهم عوامل نجاح الحقن المجهري الاستعداد النفسي للحقن المجهري، بمعنى ان احنا لازم نكون مستقرين نفسيا ان هذه الوسيله هي مجرد وسيله لحدوث الحمل، وان احنا نكون مستقرين، وانا بتكلم هنا بمعنى ان الزوج والزوجه يكونوا مستقرين نفسيا قبل اجراء الحقن المجهري. من اهم عوامل الحقن المجهري ايضا ان احنا نكون جاهزين من الناحيه الطبيه، بمعنى ان احنا لو عندنا اي امراض بنتعالج منها زي الضغط او السكر او اي امراض اخرى بشكل عام، لازم نكون الامراض دي في حاله كنترول، بمعنى ان احنا ما ينفعش ندخل حقن مجهري وانا سكري مش متظبط وانا ضغطي مش متظبط. دي كلها عوامل مهمه جدا عشان تنجح الحقن المجهري. من العوامل المهمه ايضا قبل الحقن المجهري هو التخلص من العادات السيئه، زي التدخين مثلا عند الستات وعند الرجاله، وزي الافراط في السمنه، او زي الاكلات اللي ما نكونش بننصح بيها في هذه الاوقات. من عوامل نجاح الحقن المجهري برضو الاختيار المناسب لكل شيء في اثناء الحقن، من اول التحضير، بروتوكول، المركز اللي هنعمل فيه العمليه، الدكتور اللي هيعمل لنا العمليه، عمليات نقل الاجنه، توقيت نقل الاجنه، عدد الاجنه المنقوله، التعليمات ما بعد نقل الاجنه، ماذا يحدث في حاله حدوث حمل. كل هذه التفاصيل مهمه جدا عشان تنجح الحقن المجهري.